صار لي فترة ما طلعت على السوشيال ميديا، ناطر بس شغلة شوي تكون بوزيتيف أحكي عنها، ولا سنحت لي الفرصة. من حوالي شهر نشرت مجلة المراقب الخليجية اللي بتعنى بالمواضيع الاقتصادية والعلمية وبالتكنولوجيا، نشرت أرتيكل مقابلة مع اللبناني سليمان فرح، مهندس تيليكوم من منطقة البترون، حائز على تنويهات من الجامعات اللي تخرج منها، وكمان حائز على جايزة أفضل منتج إلكتروني بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا بال2010، حاز عليها بأسبوع المعلوماتية بالبحرين. سليمان فرح هو أول مين دخل الفيبر أوبتيك على لبنان. الفيبر أوبتيك هو يعني بالنسبة للتليكوم لنقل المعلومات هو أوتوستراد، بالنسبة للتقنيات اللي غيره بتبقى مثل طريق إجر. فيبر أوبتيك هو أوتوستراد بينقل المعلومة من دون كهرباء بواسطة المرايات الأوبتيك، هو ثورة يعني بعالم التليكوم. سليمان أول شخص صوته على لبنان، وسليمان فرح هو أول شخص بالعالم مش بلبنان اللي استخدم الفيبر أوبتيك to the home للبيت. يعني كانت هيدا الدول تستعمله تنقل المعلومات من دول لبعضها، سليمان أول شخص بالعالم هو اللي استخدمه لينقل المعلومات على البيت، على المشترك. بسنة 2005 شركة المايكروسوفت كانت عم تبني مدينة نموذجية عبارة عن 4000 منزل مرتبطين ببعضهم بالفيبر أوبتيك. اكتشفت بالصدفة انه سليمان عملها بالبترون وبيجوني قبل ما هي تعملها. طلبوا على امريكا، طلع اجتمع ببيل جيتس، اجتمع بالروس الكبيرة بالمايكروسوفت، وكلفوه انه يعرض على الدولة اللبنانية مشروع بتدفع تكاليفه كلها سوا المايكروسوفت $700 مليون لربط لبنان لكل منزل بالهرمل وبالنقورة وبالبقاع، يربطوه على حسابهم ويسلموه للدولة اللبنانية بعد 10 سنين ببلاش. شو بتستفيد مايكروسوفت؟ بتستثمروا اوكي على 10 سنين، واللي هي ما راح يكون استثمار كبير لها، ولكن هي حتعملوا مثل بروتوتيب سامبل مشان كل الدول المنطقة والخليج يشوفوا لبنان كيف مربوط لكل بيت بالفيبر اوبتيك، وهيك ساعتها بيبيعوا وبيعملوا استثماراتهم بالخليج وبالعالم العربي. بيجيب سليمان فرح المهندسين الامريكان وبيجمعوا المسؤولين اللبنانيين وبتمشي الاجتماعات وعساس كله ماشي تمام، وفجأة الحريصين على البلد هون بآخر اجتماعات قبل ما ينمضى الكونترا ويباشر المشروع بيقرروا وبيبلغوا سليمان وبيبلغوا المايكروسوفت انه هن بدهم يوصلوا لبنان بواسطة DSL. بيقوموا مسؤولين المايكروسوفت بيقولوا لهم يا عمي DSL نحن عم نفكه من دول، من وغادوغو ومن انغولا ومن كونغو، خلص هذا بولع عليه الزمن. قالوا نحن لا، مصلحة لبنان بالDSL. وبلشوا بوقتها يحاربوا سليمان بشتى انواع الاساليب، لدرجة انه يمكن كانوا راح يقتلوه بوقتها مشان يقطش هالموضوع ويبطل يفكر بالفيبر اوبتيك لانه يمشي بلبنان يضلوا هني على الDSL، لانه كانت مصلحة لبنان وقتها بالDSL. ورجع الفيبر اوبتيك فات شوي شوي على لبنان، وسليمان ضلوا كمان متمسك فيه بالمدن اللي هو شابكها، وبدل ما يكون لبنان هو سامبل او بروتوتيب يتمثلوا فيه البلدان المجاورة والخليج والشرق الاوسط، لبنان مثل ما شايفينه نحن صرنا زبالة العالم ودنب الدول. نحن هيدا اكزامبل عن كيف نحن الطاقات عنا بتتحطم وبتتدمر، وكيف وصلنا نحن وبلدنا لهالحالة المزرية اللي نحن عايشينها اليوم. ولكن سليمان فرح بعده عم بيكافح، وبعده عم بيحارب، وبعده رائد بمجاله، وبعده مبدع، وبعده ناجح. وانا بدعي له بالتوفيق دائم، وبتمنى له يضل محافظ على معنوياته العالية. هيدا الفيديو تحية مني لكل انسان لبناني بعده مؤمن بهالبلد وبعده عم بيكافح ضد التخلف وضد المصلحية وضد الزبائنية وضد التنفيع.